يوم 9 يناير 2022، الساعة 2:17 الفجر. قسم الشرطة استقبل مكالمة من واحد صوته مرعوب جدا، بيقول في جريمة قتل حصلت في شارع 13 شقة رقم 4، الدم في كل مكان. الشرطة وصلت بسرعة على العنوان، فتشوا الشقة ولقوا جثة شاب اسمه يوسف، 22 سنة، مقتول ب3 طعنات في البطن وغرقان في دمه. بس الغريب مفيش أي بصمات والباب مقفول من جوه. ولقوا الموبايل اللي اتصل على الشرطة كان واقع في الأرض جنب الجثة. يعني ايه يعني؟ يوسف نفسه هو اللي اتصل يبلغ عن جريمة قتله؟ فتحوا سجلات المكالمة، الصوت فعلا صوته، والمكالمة مدتها 12 ثانية، لكن تقرير الطب الشرعي قال إنه مات قبل الاتصال ب15 دقيقة. طيب مين اللي اتصل بصوته؟ بدأوا يفتشوا في البيت، لقوا سماعة بلوتوث مخبية في المخدة، كان فيها تسجيل صوتي بصوت يوسف بيقول فيه لو قتلتني هعرف ويخليهم يعرفوا كمان. وبعد 3 أيام أخوه اعترف إنه هو اللي قتله بسبب ورث ومشاكل أسرية، وقال إنه اكتشف التسجيل بعد ما خلص عليه، وإنه لما سمعه حس كأنه يوسف لسه بيهدده بعد موته. يوسف مات بس هو اللي بلغ عن موته.